تعال اقولك ازاي تخسر فلوسك في 10 دقايق بس. العشر دقايق دول هم اللي انت شفت فيهم مراجعة لموبايل هي مجرد دعاية، ولمجرد انك شفت شوية تطبيل قدامك رحت اشتريت الموبايل على طول من غير ما تفكر انت محتاج المواصفات اللي بيقدمها دي ولا لا. لا يا ابراهيم، انا بلاش تطبيل يا ابراهيم. خبير اجنبي ولو اني بحب التطبيل بتاعك. زي مثلا انك تلاقي الدعاية بتقول ان الموبايل ده بيشغل لعبة بابجي على ال 120 فريم وانت ما بتلعبش بابجي اصلا، فتروح تشتريه ليه؟ وزي انك تلاقي الموبايل خارج بالنسبة للكاميرات والتصوير والكلام ده وانت اصلا ما بتصورش غير حاجات بسيطة. وزي ان موبايل بيكون جاي بخامات تصنيع محترمة زي ظهر من الازاز واطار من الالومنيوم، وانت على طول حاطط الموبايل في كفر، فتفتكر خامات التصنيع هتفيدك في ايه؟ فاللي انا عايز اوصله لك من الفيديو ده، يا ريت قبل ما تروح تشتري اي جهاز تشوف له اكتر من فيديو وتكون انت مقرر ومحدد انت عايز ايه بالظبط من الموبايل. يعني مهتم بالتصوير ولا مهتم بالاداء ولا مهتم بايه بالظبط؟ لان ممكن تلاقي موبايل بيديك تجربة اداء ممتازة جدا وهتقدر تلعب عليه بشكل خرافي ويكون سعره رخيص لانه في تنازلات في حاجات تانية انت مش محتاجها. فايه الفكرة ان انا اروح اشتري اغلى جهاز رائد وانا بستخدم الموبايل للمكالمات بس؟ بالعقل كده.